اليوم بنسوي مع بعض قوزي عراقي. نبدأ بسم الله. نجيب هذا البهار، اسمه بهار فرنجي، وفي ناس تسميه فلفل حلو، واخواننا العراقيين يسمونه كبابة. وبعد ما طحناه نجيب ليمون اسود وندقه كويس، طبعا شلنا البذور منه عشان لا يعطيني مرار. ونجيب الثوم ونقطع قطع ناعمة صغيرة، ونبدأ نجهز خلطة البهارات: ملح وفلفل اسود وقرفة وشوية ملح ليمون، واكيد ما ننسى جوز الطيب نطحنها بالخلاط الكهربائي. وهذا الليمون الاسود بعد ما طحنته اضيفه، واضيف جوز الطيب. وهنا عندي 3 كيلوات لحم بعظم، طبعا مع شوية دهنة خفيفة. ونسيت اقول لكم الهيل برضو نطحنه ونضيفه على البهارات. وهذا الزيت نضيفه على الخلطة، وبعد ما اضفناه نبدأ نخلطه كويس لين تتجانس البهارات مع الزيت، ونصبها على اللحم تماما، وابدأ احركهم سوا واقلبهم سوا علشان تتغلغل النكهة بكل اللحم. ونجيب الخضار، اي خضار عندكم في الثلاجة عادي، اي نوع تحبون تضيفونه. انا هنا ضفت الكوسة وضفت البصل، طبعا اقشر واقطع من الطرفين واغسلهم. والفلفل الرومي نفس الشيء، اشيل الراس وابدأ اشيل الحبوب اللي جوا اللي هي البذور، وبعدها اقطعهم بهذا الشكل قطع كبيرة. وهنا عندي نفس الشيء برضو بالنسبة للفلفل الأخضر، واخليهم على جنب. واجيب البطاطا، عندي هنا تقريبا حوالي 7 حبات بطاطا، ابدأ اقشرهم كلهم بهذا الشكل لين ننتهي من كل حبات البطاطا. وبعدها اجيب الجزر اقطعه من الطرفين، وابدأ ابشره بهذا الشكل برضو لين انتهي من كل حبات الجزر، واقطعهم قطع متوسطة الحجم. وهذه البطاطا بعد ما خلصت تقشيرها وغسلتها طبعا، ابدأ اقطعها قطع متوسطة الحجم وافردها في الصينية. واجيب الخضار اللي قطعتها وغسلتها وبرضه احطها في الصينية، وراس الثوم ما ننساه اكيد. ونجيب القصدير ونفرد عليه ورق الزبدة علشان ما نطبخ مباشرة على القصدير لأنه يضر بالصحة. وأضيف اللحم اللي سبق وتبلته، طبعا خليته تقريبا من ساعة إلى ساعتين عادي عشان النكهة تجي على كل اللحم. وبعد ما خلصت أبدأ ألف ورق الزبدة بهذا الشكل، وبعدها أبدأ ألف القصدير دار مدار، وتأكد اني سكرته من جميع الجوانب بهذا الشكل. واجيب الصينية اللي حطيت فيها الخضار واحط فيها القصدير، واحط فيها باقي الفلفل اللي قطعته. واكيد نجيب كاسين موية ونصبهم بالصينية وناخذها على الفرن، ونشغل النار عليها من تحت ونخليها لمدة 3 ساعات. طبعا النار لازم تكون متوسطة، لا عالية ولا هادية. وهذه الخضار عندي كلها بقطعها مربعات بهذا الشكل، الجزر والبطاطا اكيد. وبعدها نجيب الزيت ونضيف عليه البطاطس اللي قطعناها، وهذه هي بعد القلي. وهنا عندي اضيف سمنة واضيف شعيرية واخذها على النار، وابدأ احركهم سوا على نار متوسطة عشان لا تحترق عندي الشعيرية. وبعد ما صار لونها بني ابدأ اضيف عليها الجزر واحركهم شوي، واضيف عليهم كاس موية كامل. وبعدها اجيب نفس البهارات اللي اضفتها على الخلطة، احط ملعقة مع ملعقة ملح واحركهم شوي، واضيف صحن بازاليا واعطيهم تقليبة كذا خفيفة لمدة دقيقة، واسكر عليهم واخليهم على نار هادية. هنا عندي حطيت سمنة واضيف عليها الزبيب، وبعد ما ينتفخ شوي اضيف عليه الرمان المجفف واخليه على نار هادية، وبعدين احركهم شوي شوي واطفي النار. وهنا عندي اضيف زيت بالقدر وملعقة كبيرة من السمنة. وهذا الرز طبعا انا ناقعته
وغسلته، وأبدأ أحركهم سوا وأقلبهم لين يصيرون بهذا الشكل. وبعدها أضيف نفس البهارات برضو وأحركهم بعد. وبعد ما حركناهم سوا أبدأ أضيف موية عليهم ولين أغمر الرز تماما. وأكيد الملح حسب الرغبة، هنا 1.5 معلقة كافية. وهذا السمنة أضفتها برضو، أضفت عليها اللوز الأنصاف وأحركهم على نار هادية لين يصيرون عندي لونهم ذهبي. وأغطي هنا بعد ما نشفت الموية على الرز لمدة ربع ساعة. وهذا هو بعد ما استوى. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف الرز نثري وكل حبة لحالها. وطبعا أبدأ أسكبهم ولين ننتهي من الرز. وهنا عندي الخضار كان مستوي تماما، وأبدأ أصفهم بالصينية وأضيف أكيد الفلفل. وهذه اللحمة شوفوا ما شاء الله تبارك الله واضح أنها استوت تماما. أبدأ أشيل عنها القصدير. وهذا عندي خلطة الشعيرية، طبعا هذه ألذ ما يكون. بعد ما حطيتها كلها أحط البطاطس اللي قليتها. طبعا هذه الأكلة صح أنها متعبة شوي، لكن طعمها يدوخ حرفيا. وهنا عندي سكبنا اللحم وحطيناه كله على الوجه. ونبدأ نحط الزبيب وحبات الرمان المجفف أو الزركش. وبعدها أضيف أكيد اللوز. ما أوصف لكم الريحة ما شاء الله تبارك الله. والطعم يدوخ، وما نستغني عن مساعدة سلطوني. والطعم دوخ، لازم تجربونه. جبونة وبالعافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناة كيتشن ميش.